فادي عضلات فيديو جديد. النهارده هجرب لكم عكاوي بالبصل وشوربه الملك فاروق من مطعم الخان. مش عارف ايه المسميات الغريبه. الاول ايه رايكم بس في النيو لوك الجديد؟ ايه ما حدش قال لي انا نعيم انا او اي حاجه يا جماعه. في ايه يا جماعه؟ مش معامله دي يا جماعه. لا العكاوي دي يا جماعه عارفين ده عباره عن ايه؟ لحمه ديل البقره او الجاموسه. الديل اول مره اجربها على فكره، عمري ما جربت العكاوي دي قبل كده. انا كنت اسمع الاسم ده اقول عكاوي يعني ايه عكاوي؟ الاسم كنت بستغربه، كنت مفكره حاجه كده شبه الكوارع. قبل ما نبدا بس تعمل لايك، اشترك في القناه مش مشترك. يلا بينا. طيب اول حاجه يا جماعه ده العيش. هو طبعا قالوا لي معاها عيش وسلطات وكده. حلو طبعا ان هم مكيسين العيش. انتوا عارفين يا جماعه العيش بينشف بسرعه البرق، الا العيش المراكب. العيش المدور ده من النوع اللي بينشف، انما العيش المراكب ده اللي ما بينشفش بسهوله. رغيفين كده حلوين طازه يعني طريين اهم. السلطات في واحده مخلل، واحده سلطه خضراء عاديه، وفي واحده طحينه. يعني الطحينه وسط، يعني مش تخينه قوي يعني، لا يعني معقوله. وفي جواها شويه خضره كده. انا بحب قوي الطحينه لما يبقى فيها شويه خضره كده، بتبقى جميله قوي. طيب اول حاجه يا جماعه ديت بقى سخنه جدا ديت يا جماعه، شوربه الملك فاروق. انا سالتهم اصلا شوربه الملك فاروق ده عباره عن ايه؟ قالوا لي دي شوربه باللحمه. ما اعرفش ايه سر تسميه الملك فاروق يعني، ما تقولوا شوربه باللحمه يعني. شوربه الملك فاروق مولعه نار يا جدعان، نار. لا شوربه ايه؟ لحمه ايه يا جدعان؟ انا بعك يا جدعان، انا بعك. شوربه حمام جواها بقى، حمام متقطع يعني. الحمام زمانه يا لهوي، ده كده ينفع كده يا جماعه؟ مش حرام؟ صعبان عليا الحمام ده. ممكن احطها في الطاق. يعني طيب دي بقى بكام؟ دي سعرها 110 جنيه. ده بقى المفروض العكاوي اللي بالبصل بيبقى معاها رز ابيض، فواضح ان ده طبق الرز الابيض. فعلا رز ابيض، بس ايه حلو. الرز بجد شكله جامد قوي وكميه كويسه. نخش بقى على الاساسي. طبعا في شويه معالق وشويه الحاجات اللي انا ما بستخدمهاش ديت يعني. تمام. طيب العكاوي كاتبين اهو، كاتبين عكاوي. طب ما هو عكاوي يا جدعان. يا جدعان انا مش هيصكل اليومين دول، انا بنقي وجبات مش اي وجبات، حاجات كده تنعش الدماغ. يا لهوي العكاوي مولعه نار اهوت يا جماعه زي ما انتم شايفين. تعالوا بس اوريكم تاني شوربه الملك فاروق، اللي هي الشوربه اللي بالحمام، عشان ما كانتش واضحه قوي. بصوا يا جماعه اهو، حمام، قطع حمام متقطع جوه الشوربه. بس في حاجه ملاحظه كده، مش عارف الشوربه ليه مقطعه شويه من فوق. بصوا يا جماعه العكاوي عن قرب اهي. بصوا في قطع لحمه اهيت، بس فيها عظم كتير. هو ديل البقره فيه عظم كتير ولا ايه؟ مش عارف. بصوا طريقه العكاوي، هو شكلها حماسي جدا بصراحه، بس هنشوف دلوقتي. اهم حاجه الطعم بقى، لان اول مره اجربها بجد يعني. ما هو شكلها يحمس. طيب بكام بقى العكاوي؟ العكاوي ب 270 جنيه. طيب تعالوا نجرب العكاوي الاول. دي تتاكل من انهي زاويه؟ دي معظمها عظم على فكره. ازاي ديل البقره مليان عظم؟ ده ديل يا جماعه، ديل. سخنه قوي، بس مش عارف اللحمه من سخنتها، انا مش عارف امسكها اصلا. لا صعب، مش عارف. انا احب قوي كده بقى يا جماعه، اما المطعم يبقى جايب الاكل سخن قوي لو ان انت مش محتاج تسخنه اصلا. بحب قوي كده بصراحه يا جماعه. ايه ده؟
الرز طلع شبه الرز اللي هو البيتي. لا لا، حلو حلو جدا. عاملين الرز جميل قوي. لغاية دلوقتي مش عارف اوصل اللحمة من سخونيتها، او يعني بدأت تبرد سنة. هي حلوة حلوة بس فيها عظم كتير. على فكرة معمولة بخلطة البصل، رهيبة رهيبة، مستوية أوي وحلوة جميلة. بس أنا مستغرب، كل دي عظمة في ديل البقرة؟ ليه كل دي عظمة في ديل البقرة؟ ليه؟ عاملين خلطة بصل بنت لذينة. بالظبط عدد قطع اللحمة يعتبر 4 باللي أنا كلتها، بس فيهم واحدة تعتبر صغيرة شوية. يا صغيرة إيه ده كلها دهنة. لا الحتة دي وحشة جدا. لا هي دهنة من بره وجواها لحمة. بس التانية أحلى، الحتت اللي هي الكبيرة اللحمة اللي فيها طعمها أحلى، دي عاملة زي إيه عارفين؟ عاملة زي رقبة الفرخة كده. الخلطة بنت لذينة، عاملين بصل على فلفل ألوان على حاجات، حاجة رهيبة أوي أوي. العكاوي أول مرة أجربها بس اتمزجت منها أوي. نجرب الطحينة بقى. حلوة حلوة، والخضرة اللي فيها حلوة، مديالها طعم حلو كده، ومززة جميلة جميلة. لا الطحينة في حتة تانية. ممكن اجرب برضك حبة سلطة خضراء. السلطة حلوة اوي، طماطم وخس وشرايح جزر فيها برضو للأسف خيار، انا مكنتش اخد بالي، وخيار متقطع قطع كبيرة، بس مش مشكلة عادي يعني. السلطة حلوة. المخلل بقى مش مهم، ان مش غاوي اصلا ناكل مخلل مع الاكل. المخلل ده في الفطار، انما مع الغدا ما. نجرب بقى شوربة الملك فاروق. الشوربة نفسها طعمها جامد. ده بقى قطع الحمام دي نجربها. الحمام دايب عشان جوه الشوربة، حلو برضو، احساس مختلف. بس ليه اسم غريب، شوربة الملك فاروق. طب افرض الملك فاروق سأل عليها دلوقتي، هقول له ايه؟ هقول له انا بشرب شوربتك. لا 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 لا، مزاج مزاج مزاج، غريبة، شوربة غريبة. طيب الحمام مدي للشوربة طعم غريب. الحمام عشان متسق جوه الشوربة مخلي الشوربة طعمها غريب. جميلة يعني.
لا الفكرة صايعة جدا. هي زي ما تكون حمامية كاملة ومتقطعة، مش عارف، او حمامية وحتة، مش عارف الصراحة. يا جماعة ايه ده، رهيب رهيب. بالمناسبة هو انا كنت طالب الاكل يوصل في ميعاد معين، بس قالوا لي صعب نوصل في الميعاد ده، ممكن بعديه بنص ساعة. فقلت لهم خلاص ماشي. اتفاجئت جالي في الميعاد اللي هو اللي انا كنت عايزه ده بعدها ب10 دقايق كده، فيعتبر حلو التوصيل، يعني يعتبر وصل قبل كمان الميعاد اللي قالوه لي، يعتبر وصل في الميعاد اللي انا كنت عايزه مع تأخير بسيط 10 دقايق. حلو، حلو جدا، حلو جدا. لا بجد يا جماعة العكاوي حكاية. بس انا كنتش متخيل ان دي البقرة ممكن يكون في عظم يعني. ما علينا، المهم طعمها جميل يعني. عكاوي بالبصل ده، في عندهم طرق تانية للعكاوي بس انا اللي اخترت ان انا اجربها بالبصل. بس اكلة لحوسة خالص. انا بس في حاجة، الاكلة نفسها سخنة جدا، بس الرز اللي مع العكاوي بارد جدا، زي ما يكون الرز معمول جاهز او كانوا مجهزين مثلا او مجهزين مثلا من الصبح كميات كبيرة جدا. ممكن. فالرز بارد انما العكاوي هي اللي سخنة. بس بجد بصوا، ده عكاوياية كبيرة، عكاوياية كبيرة، بس او مش عارف اقول عكاوياية كبيرة ولا عضماية كبيرة. هي حرفيا معظمها عظم. بصوا يا جماعة دي معظمها عظم. معقول ديل البقرة يبقى فيه كم العظم الكبير ده؟ يكونوش جم يجيبوا لي من ديل البقرة نسوا جابوا لي من رجلها. الحتة دي بالذات معظمها عظم. ايه ده؟ ولا يمكن ده ديل تور، انا مش عارف. كل دي عظمة في ديل بقرة؟ بس هو الصراحة يا جماعة يعني على سعرها ده، هما حتتين كانوا معقولين شوية، وحتة فيها كم عظم رهيب جدا جدا رغم انها كانت اكبر حتة، وحتة حاجة كده ما تعتبرش يعني قطعة، عاملة زي ما بقول لكم زي رقبة الفراخ معظمها عظم. مش مش عارف، حاسس يعني حاسس ان لا على سعرها ده، حاسس ان القطع
يعني كان المفروض تبقى اكتر من كده لان نسبة العظم كبيرة جدا، بس هي طعم العكاوي حلو ده لو هي عكاوي يعني. طعمها حلو، والرز حلو بس بارد جدا للاسف. شوربة الحمام دي بقى اللي في حتة تانية. التوصيل كان 20 بالمناسبة، هو اغلب المطاعم دلوقتي بقت بتوصل ب20 جنيه، بس ايه ده؟ آه. الحمامة دي بتعض جامد، عارفين عاملة زي القنصة بتاعت الفرخة، مش حلوة زي أول. ايه ده؟ لا مش حلوة دي الصراحة، مش كل قطع الحمام الموجودة حلوة. مم. معرفش ده نقص تسوية ولا ايه. ايه يا جماعة ده؟ لا. ايه ده؟ ما في زي اول قطعة حمام بس، او اول وتاني قطعة بس هما اللي كانوا كويسين والباقي ايه ده؟ ليه كده؟ ده انا كنت لسه عمال اشكر في الشوربة ديت. الصراحة يا جماعة انا اتصدمت، اغلب قطع الحمام بتعض جامد للاسف كده. على الوضع ده لا، الشوربه نص نص. طعم الشوربه ممتاز، طعم الحمام حلو، لا حرفيا هو اول حته او حتتين كانوا مستويين جدا جدا، انما الباقي مش عارف ايه ده. يعني ده حمام يا جماعه؟ الحمام ده اصلا يعني الحمام انا عمري ما شفت حمام بيشد، مش كده يعني يا جماعه. يعني انا اشوف مثلا لحمه بتشد ماشي، فرخه بتشد ماشي، انما حمام بيشد؟ ده الحمام ده من اسهل الحاجات، ده من كتر ما لحمه ضعيف من اسهل الحاجات في التسويه. يعني حمام ايه اللي بيشد ده؟ انا مش فاهم، يعني اول مره تقابلني خالص يا جماعه. يعني حمام ايه اللي بيشد ده يا جماعه؟ انتوا المطاعم بتعمل ايه بالظبط؟ انا مش عارف يا جماعه المطاعم بيعملوا ايه بالظبط. انا بشوف يا جماعه في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ مش عارفين تحطوا الحمامه في الميه تستوي كويس. جايبين لي الحمامه بتشد. الشوربه يا جماعه لولا الحمام اللي مش مستوي اللي جواها ده انا كنت هدي لها بيرفكت. بس كده يا جماعه، ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون التجربه عجبتكم. استنوا فيديو جديد.